السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اللعيب على MBC مصر. كلنا تابعنا مباراة منتخبنا الوطني مع الكويت واللي انتهت بالتعادل 1-1 في أول تجربة للكابتن حلمي طولان مع منتخبنا الوطني الثاني. طبعا شفنا الأحداث، مباراة يعني كانت في الإمكان الفوز بيها عادي جدا وبنتيجه تقيله واثنين وثلاثه، لكن هي دي كره القدم. منتخبنا عمل كل حاجه في الشوط الاولاني، كل حاجه في الشوط الاولاني، وممكن النتيجه كانت تبقى 2-0، يعني كوره راحت 2-0 لمنتخب الكويت اتردت بضربه جزاء. فطبعا مباراه للنسيان. للنسيان ليه؟ لان عندك ماتشين جامدين، امارات والاردن. الاردن دي صعدت كاس العالم مباشره، والامارات فريق قوي جدا. فكل التوفيق لكل المنتخبات. بطولة جميلة شيقة استمتعنا بيها، الأجواء، الملاعب، الجماهير، يعني حاجة جميلة جدا جدا جدا. تحية لكابتن حلمي طولان، عمل اللي عليه وآدي النتيجة. المدرب يا جماعة درس، المدرب ساعات بيعمل كل اللي عليه، مش ناقص حاجة اللي هو ينزل يجيب جول، لكن كان في رعونة في تضييع الفرص بطريقة غير طبيعية من بعض اللعيبة. مش عايز أذكر أسماء عشان إحنا في البطولة لسه مستمرين. رجاء تصحيح الأخطاء، ومنتخبنا منتخب محترم جدا وكويس جدا وبيوصل في شكل في أداء. برحب بضيوف الكبار، كابتن أحمد سليمان، أهلا بيك كابتن أحمد. أهلا بيك. شرفنا ومنورنا. أهلا بيك يا حبيبي. كابتن أيمن عبد العزيز، أهلا بيك كابتن أيمن. شرفنا ومنورنا. كابتن إسلام الشاطر نجمنا، أهلا بيك كابتن إسلام. انطباعاتك إيه يا كابتن إسلام على أول تجربة للكابتن حلمي طولان؟ يعني تجربة زي ما أنت قلت كده، ما فضلش غير إن الكابتن حلمي ينزل هو اللي يجيب جول بالظبط. يعني لأنه الحقيقة عدد كبير من الفرص، وحقيقه برضو انا هنا يعني برضو وكالعاده يا مهيب، وزي ما احنا دايما بنتكلم، همسه في اذن محمد شريف. ما يصحش وانت طالع تتكلم مع المدير الفني مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور ولا يمكن ان تعترض. انت جات لك يا محمد 3-4 كور، اذا كنت عايز تعتذر فانت يجب ان تعتذر من خلال الملعب الماتشين اللي جايين لو ليك دور مع كابتن حلمي الفتره اللي جايه. لكن اللي حصل والمنظر اللي احنا شفناه الحقيقه انا بشوف ان هو ما يصحش الا اذا كان بيتكلم بشكل يعني عادي. كابتن دايما معلش، اللعيب اللي ما بيأديش كويس بيبقى مضغوط. يعني محمد شريف اداؤه النهارده ما كانش طبيعي، مظبوط، ما كانش كويس، مظبوط. فاللعيب اللي زي ده يعني ما نجيش عليه قوي. هو لعيب كبير، اسم كبير، عايز يدي ما اداش. هو مين اللي بيجي عليه؟ ايه لا مش قصدي انا بقول له حاجه في ودانه لقدام ودانه، بس مصر كلها سمعها، بس مصر كلها هتسمعها. لانه لا يا كابتن، لانه عارف يا مهيب لو ما قلتلوش كده دلوقتي الماتش الجاي هتلاقي واحد تاني طالع، الماتش اللي بعده واحد تالت طالع ولا يا جماعه انت بتلعب باسم منتخب مصر، لا يصح مثل هذه الامور. طبعا في حاجات احنا بنتكلم فيها دايما ان انت يجب ان تحتوي اللاعب وبتاع، ولكن وده انا لو مثلا الكابتن حلمي كنت هقول له هذا الكلام، انت تحتوي اللاعب لو كان محمد بص كابتن حلمي والله العظيم